بصي بقى، الجمال عدى الكلام والطعم عدى كل حاجة. عايزة تعرفي عملنا الجمال ده ازاي؟ كملي الفيديو للآخر وانت تعرفي عملنا الجمال ده ازاي. يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى اخوات واحلى اصحاب واحلى عيله اللي منوريني ومشرفيني جوه القناه. احلى ناس واحلى متابعين. تسلمولي وربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. بس اللي انضمت جديد للقناه، نورتونا وشرفتونا وعلى راسي. الناس اللي لسه ما نورتناش يا ريت تشتركوا وتنورونا في القناه، تشوفوا حاجات حصريه عملناها قبل كده، ولسه حاجات ومفاجآت كتير كتير هنعملها ان شاء الله. صباحكم كله فل وسعادة. أحلى صباح وأحلى مسا بقى، يعني على الناس الكويسة على حسب ما يوصل لكم الفيديو هتشوفوه الصبح ولا بالليل. أول حاجة دوت صدر فرخة، صدرين فرخة، بس مش عارفة ليه واحد أكبر من واحد شوية. هنعمل النهاردة إن شاء الله، نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد رسول الله. هنعمل الفراخ المدخنة بطريقة جديدة، وهقولك ايه السر بتاع التدخين اللي بيخلي ريحتها وطعمها تحفة تحفة تحفة. كمل الفيديو معايا للاخر. وكمان عايزه اتكلم كلمتين كده مع احلى متابعين. يا ريت الناس اللي معايا في القناه يكملوا الفيديو للاخر عشان يوصلهم المعلومه او اللي انا عايزه اقوله. اول حاجه معانا صدر فرخه، صدرين على حسب بقى الكميه اللي انت عايزه تعمليها. بصي، اهم حاجه في الوصفه ديت ان هو يكون الفراخ وزنها كبير، يعني مثلا معديه ل2 كيلو، يعني مش اقل من 2 كيلو. هنعمل التتبيله معانا، نقول بسم الله. اول حاجه معايا بصلايه عصراها، مصفياها كويس قوي. بصي، احنا عايزين بس ايه، تغرزي الصدر كده ايه، حاجه خفيفه. واحنا بنغرز بقى الصدر انا عايزه بصراحه إيه، اقدم شكر وعرفان بالجميل. وبصي يعني لو قعدت اشكركم من هنا لسنه قدام، لا 10 سنين قدام والله. احلى ناس اللي منتسبين او اللي انضموا للانتساب في القناه. شكرا ليكم بجد. فرحتوني بجد فرحتوني جدا ونورتوني. وان شاء الله بعد اذنكم يعني لما نوصل لعدد معين اللي انا اتفقت معاكم عليه، لو وافقتم هعمل فيديو اعلن اسماءكم واشكركم واحد واحد. تاني حاجة واحدة واحدة، احلى ناس اللي نوروني في القناة بالذات اهل الخليج. اهل الخليج اهل الكرم بجد. بحسكم بتسابقوا بعض في الكرم، في العطاء. ربنا يكرمكم يا رب ووسع عليكم. انا بصراحه مش عارفه اتكلم من كتر ما انا يعني فرحانه ومش عارفه اشكركم ازاي. حاسه ان انا مش عارفه اتكلم. واهل مصر برضو في معايا ناس، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. ومتشكره جدا ليكم. انا كده بعصر، بصي مش عايزه طعم الليمون يبقى باين فيها قوي، فانا عصرت نص ليمونه بس. بصي هبدا اغرزها بس كده. بصي عشان ايه، الصدر تخين، تاخد بس ايه الطعم يبقى ايه فيها. بصي انا بجيب السكينه ازاي اهو، سن السكينه واصل لهناك اهو اهو. بس في نفس الوقت ان انا ما اعملهاش شرايح كده، غرزيها بس على حسب ما يكون. كل ما تكون السكينه بتاعتك رفيعه كمان بيكون احسن. إيه زي ما وعدتكم طبعا، لما نوصل للعدد المعين ان شاء الله من المنتسبين هعمل فيديو شكر ليكم كلكم. لو وافقتم اذكر اسماءكم كمان. تاني حاجة، في فيديوهات هتبقى مخصصة ان شاء الله للمنتسبين في القناة. يلا نوصل للعدد ان شاء الله، وهعمل لكم فيديوهات مخصوصة هتبقى خاصة للمنتسبين. هتكلم معاكم برضو كلمتين بس لما نحط البهارات عشان نسيبها تتبل ساعة. اول حاجة البهارات معانا، من كل الحاجات دي معلقة صغيرة. اول حاجة معانا بهارات فراخ، معلقة صغيرة من اللي هي بتاعة الشاي. الحاجة بس اللي مختلفة اللي هي نص معلقة صغيرة، اللي هي بودرة ثوم. بودرة الثوم بس هي اللي نص معلقة، انما كل اللي انا هتكلم فيه بقى معلقة صغيرة. حطيت معلقة صغيرة بهارات فراخ، نص معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بودرة بصل، معلقة صغيرة جنزبيل يا جماعة اساسي في الوصفة دي. ولسه في حاجة كمان هنعملها هتخلي الوصفة تحفة وهتدينا نفس التدخينة اللي احنا بنشوفها بقى ايه. بصي الكلام ده طبعا هقلب بايدي
التدخينه اللي احنا بنجيبها في الرومي. هبدأ هنا احط شويه كده كاتشب، مش اساسي الكاتشب بس هو بيديلها طعم حلو وبيدي لون حلو للفراخ. بس الاساسي هنا معانا بقى في الوصفه اللي هو صوص باربيكيو، صوص باربيكيو او دبس رمان لو عندك. بس الاحلى اللي بيبقى فيه، بصي صوص باربيكيو قلت لكم كذا حاجه عملناها تبلناها مع بعض في القناه بالصوص باربيكيو، ان بيبقى فيه تحس ان طعمه وريحه فحم كده، هو لوحده بتحس ان هو فيه تدخينه كده. فهحط تقريبا كده ربع فنجان، وهبدأ اقلبها، وهو اللي بيديلها اللون الحلو كمان اللي هو الصوص البابريكيو ده. هبدأ اقلبها كويس، هسيبها يعني اقل حاجه نص ساعه، نص ساعه في التتبيله، ممكن ساعه ساعتين، يعني كل ما تسيبيها وقت. يعني مش هقولك يوم، هي مش هتقعد يوم لان احنا لسه هنعمل فيها خطوه هتخليها تشرب التتبيله. بس انا كده طبعا ايه هسيبها تقريبا نص ساعه وهرجع اقولك لسه هنعمل ايه. وهنروح على البوتاجاز ونتكلم كلمتين بقى مع بعض، كلمتين كده في الخير لاهل الخير. هنسيبها نص ساعه بس تتبل ونروح على البوتاجاز ونتكلم مع بعض. وبكده احنا متابعين بعد ما سبتها في التتبيله بتاع نص ساعه. هبدأ اجيب معايا مقلايه ورحنا على النار، هحط فيها يعني معلقتين كده كبار زيت، عليهم معلقه برضو كبيره سمنه. وهقول لك بقى حاجه كمان اساسيه بس اهم حاجه في المرحله دي، ان احنا عايزين المقلايه، انا معليه النار قوي على العين الكبيره، المقلايه تكون سخنه جدا 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 عشان يديها صدمه الفراخ، ما تنزلش ميه خالص، لان لو نزلت ميه يبقى كده الوصفه بتاعتنا باظت. هبدأ هنا اساسي وبديلها طعم وريحه حلوه قوي في التدخينه، المستكه. بصي المستكه ديت سمعت ان هي الماني قالوا احلى حاجه المستكه الالماني تقريبا او اليوناني، والله ما انا فاكره على العطار قال إيه المستكه ديت اللي هي بتبقى بصي لونها تحس ان هي مصفر كده مش البيضه. هي دي المستكه اللي احنا بنقول عليها البلدي، هي طلعت مش بلدي بس احنا بنقول عليها المستكه البلدي الحلوه اللي بتدي ريحه وطعم حلو قوي لاي اكله اصلا بتعمليه. هبدأ اسيبها تسخن قوي المقلايه معايا عشان الفراخ تاخد صدمه صح. كده بقى بعد ما الزيت سخن معايا قوي هبدأ اجيب الفراخ بتاعتي، بسم بالله. بصي حاولي تصفيها قوي من التتبيله، سامعه الدش دي؟ اهم حاجه نوصلها اللي هي المرحله بتاعه الدش ديت، ما تحاوليش تقلبيها الا لما تاخد صدمه ولون من الناحيه اللي تحت علشان ما تنزلش اي عصاره جواها او اي ميه جواها. وهقول لك برده طريقه تسويتها ازاي على بال ما تاخد لون. بقى اتكلم مع احلى اخوات واحلى متابعين، بصراحه انتوا اللي شجعتوني بانتسابكم للقناه، ان انا بصراحه عايزه اعمل حاجه ما بتبهاش بيها لان ده حاجه بينا وبين ربنا. هعلق عليها طبعا، ما ينفعش نوطي عليها خالص في المرحله دي. اللي خلاص كل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب خلاص. فيا جماعه اللي حابب يعمل خير بس خير بالطريقه بتاعتي او بالطريقه اللي انا شايفاها او اعتقادي ان انا شايفاها صح، هقول لكم ازاي. ان بخلال الانتساب للقناه في رمضان اللي عايز يعمل يطلع وجبات لله او يطلع حاجه لله، خاصه ان الناس ربنا عالم بظروفها كلها، ربنا يفرجها علينا جميعا وييسر على اللي متيسر اكتر كمان. فاللي حابب ان هو يعمل خير انا ممكن اصور لكم الاكل وهو بيطبخ، بس بصراحه انا مش هصور وانا بوزع، مش هكسر نفس حد. انا يعني مع احترامي لكل الناس اللي بتصور وفي اعتقادها ان هي ايه كده بيسابقوا بعض في الخير،
بس انا حابه ان انا اعمل الحاجه دي بيني وبين ربنا، فانا متنازله عن مجهودي طبعا، او مجهودي ده هطلعه، يعتبر برضو ان انا بطلعه او بساعد بيه معاكم. فاللي حابب يعمل حاجه خير ويقول لي نتفق ان شاء الله، ممكن اصور برضو بعض ناس وهم بياخدوا الحاجه بتاعتهم، بس هبعت لكم على الخاص، مش هصور وخديها مني يعني كلمه ان مهما قناتي تكبر ان شاء الله واقدر اعمل حاجه زي ديت لوحدي، برضو مستحيل ان انا اصور حاجه زي دي او اصور حد وهو بياخد اكل. يعني بصراحه انا مش حباها او مش هقبلها على نفسي، فمش هقبلها على حد. فانا ممكن ابعت لكم فواتير على الخاص بالحاجه اللي اجت، ممكن اصور لكم الاكل وهو بيطبخ عادي على القناه، ممكن اصور لكم بعض اشخاص وهم بياخدوا الحاجه هبعتها لكم على الخاص، انما اصور حاجه زي ده على القناه عمري ما هعمل. يعني مش هبقى حابه ان حد مثلا ياخد اكل ويتصور وتلاقي الناس في الشارع تاني يوم او اهله او جيرانه، الله انت اخد اكل من فلان، ده احنا شفناك امبارح وانت طالع بتاخد اكل. مش حابه بصراحه ان انا اعمل مسابقه بيني وبين حد ان انا اكسر نفس حد، فكل واحد ومعتقداته، بس دي معتقداته. فاللي حابب يا جماعه يعمل خير انا مش هاخد ثمن مجهودي، انا شغلي او طبيخي او مجهودي اللي هعمله انا بساهم بيه معاكم، بساهم بيه معاكم. ربنا يعيننا جميعا وييسرها علينا جميعا، وييسرها على كل كريم يا رب، وكرمه بزياده يا رب. ديت كده الفراخ بحاول ان انا اخليها تاخد لون، هي كل ما بتاخد لون على فكره الوصفه دي كل ما بتاخد لون كل ما بيبقى طعمها وشكلها احلى. هسيب النار عاليه عليها واسيبها على الجنب تاخد لون، وهرجع نقلبها على الجنب التاني واوريكم الشكل. كده احلى متابعين بعد ما اخدت لون القمر كده، بصي ده كده مش محروقه يا جماعه، ده هي كده بتاخد لون، هو دي اساس الوصفه ان هي تاخد اللون ده. هبدا برضو اديلها اللون من كل الجناب. وبصي لو حسيت ان الصوص كده اتحرق مثلا شويه في المقلايه او في الطاسه او في الحله اللي انت بتعمليها، ببدا المه كده ببدا اوقفها كده واديلها لون برضو من الجنب التاني. كده احنا متابعين بعد ما اخدت لون القمر ده. انا هنا التتبيله اللي احنا كنا نقعينها فيها حطيت فيها كوبايه ميه، انزل كل التتبيله. بصي هي عشان المقلايه سخنه قوي هتبدا تشرب التتبيله بسرعه. انا حطيت طبعا لان الفراخ كبيره طبعا هي كده مش مستويه، هي اخدت لون بس، فحطيت فيها كوبايه ميه وهبدا اسيبها تغلي على النار لغايه لما الفراخ احس ان هي استوت من جوه. لو احتاجت شويه ميه برضو هزود لها. ويا جماعه يا اهل الخير يا اهل الكرم، انا مش كلامي ان انا الناس اللي بتصور فيديو او بتصور الناس وهي بتديلها الاكل مش بقلل منكم، بالعكس ده مجهود تشكرهم عليه وخير، ربنا يجازيكم كل خير عليه. وفي ناس فعلا بتغير ان هي تقلد بعضها في حاجه زي ديت او في عمل خير، لما بيشوفوكم بيعرفوا حاجه زي ديت او يعرفوا مثلا مكان ناس زي دول بيبداوا ان هم برضو بتشجعوهم ان هم يعملوا حاجه زي دي. بس في ناس بتحب تعملها الحاجه دي في المداري. يعني انا من الناس اللي بحب ان ايدي اليمين لو اديت بيها حاجه ايدي الشمال ما تعرفش عنها حاجه. ففي ناس بتبقى عايزه الحاجه دي تعملها بس مش عارفه السكه ان هي تعملها في المداري. طب انت منين؟ انا من مصر، من مدينه اسمها دمياط. طبعا كل اللي عارف دمياط هيقولك ده دمياط اغنى بلد. دمياط حالها ركد او بقت في ركاد او حالها اتدهور جامد بعد قفل الورش وغلى الخشب والحاجات اللي هي من ايام الكورونا، او يمكن من قبل كورونا شويه كمان، بس بالاكتر من ايام الكورونا. في ورش كتير قفلت، في ستات بيوت نزلت اشتغلت. فانا حابه اساعد اهل بلدي، حابه اساعد اهل منطقتي باللي اقدر عليه، وحابه ان لو حد حابب يساعدهم او يعمل خير حابه اوصلكم السكه او اقول لكم ان مثلا اديكم خلفيه ان انا ممكن اقدر اعمل معاكم حاجه زي دي، وربنا يجازينا كلنا خير على نياتنا. وطبعا الموضوع ده بيبقى موضوع ثقه وموضوع ان فيه كل حاجه هتتدفع هتبقى مبعوثه للي هيعمل الخير ده على الخاص، بس مش على علن. ربنا يوفقنا جميعا للخير ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. اللي بيعمل ظاهر واللي بيعمل مخفي كله ثوابه واجره عند ربنا.
وربنا اللي عارف كل واحد حسابه ايه، وعلى على نياتكم ترزقون. كده بقى انا المفروض ان انا اغطي عليها واسيبها بالظبط ربع ساعه، وهرجع اوريكي القمر ده لسه هنعمل فيه ايه كمان عشان يديلها. بصي هو بقى الفراخ المدخنه الرومي، احنا مش قادرين نجيب رومي، بس هو كده هنخليها رومي. هتبقى بجد تحفه. تقدري تعمليها في ايه؟ تقدري تعمليها سندوتشات، تقدري تعمليها جنب رز، جنب مكرونه، جنب كريبات. عملت معاكم كريبات قبل كده في القناه، طريقه العيش نفسه بتاع الكريب. تقدري تقطعيها وتعمليها كريبات. هسيبها ربع ساعه تستوي وهرجع اوريكي لسه هنكمل نعمل ايه. بصوا هي بقى في الميه اهي زي ما وريتكم، بقى لها بتاع 5 دقايق كده. بقلبها كل شويه من الناحيه دي للناحيه دي علشان تستوي من الجنبين. بس افتكرت حاجه بقى مهمه، ان انا نسيت اصلا في الاول احط فلفل، فقلت احطه قدامكم. معلقه صغيره فلفل طبعا، وهي في التتبيله كان المفروض يتحط بس انا نسيت. فهي الوقت لسه فيها الميه اهي، فهتبدا تشربه عادي خالص. حطيت المعلقه الصغيره الفلفل اهو، وهسيبها بقى تكمل سوا. هتكمل ربع ساعه وهرجع اوريها كده يا قمرية. بعد ما الفراخ بتاعتي شربت الصوص كله، بس انا بصي لسه فيها كرمل خالص اهو، لسه فيها حاجه بسيطه قوي. مش حابه ان انا انشفه اكتر من كده علشان ما تتحرقش. هو كده تمام. سيبها بس دقيقه واحده، هقلبها كده تاخد برضو ايه الطعم كده المكرمل القمر. بصي هو يعتبر المقليه نشفت خالص يعني. على فكره الصوص ده ممكن تعمليه في علبه، ولما تيجي تتبلي فراخ علشان تشويها ما ترميهوش. حبه الصوص اللي باقيين دولت بيعتبروا يعني حاجه خام كده او خميره، تتبلي بها اي فراخ بتبقى روعه. زي الصوص اللي انت بتجيبيه بقى من بره، اللي هو الصوص الباربيكيو ودبس الرمان والحاجات دي. الصوص ده انا بصراحه بعينه في علبه اي فراخ بكون بتبلها، بحط معلقتين منه، بيبقى مركز جدا، بيديلها طعم حلو قوي. كده تمام. انا هطفي عليها. على العين هناك انا كنت مولعه على قطعه فحم. بصي هبدا احط قطعه الفحم، نحط لها نقطه زيت كده عشان البنوتات الامارات اللي لسه مبتدئات في المطبخ. الزيت يا جماعه بيخلي الفحم يشعشع كده. بصي معايا ايه هنا كمان عشان نديلها. بصي الدخان اللي طلع علينا، بسم الله ما شاء الله. 3 فصوص مستكه، عايزه يعني احاول احطهم كده على الفحم بس من غير ما نحرق ايدينا طبعا. بصي المستكه بتسيح اهي على الفحم، بتطلع ريحه روعه، ريحه تدخينه فظيعه. في واحده هربت مني هطلعها اهو، واحطها برضو على الفحم، واغطي عليها واسيبها كده ايه بتاع ربع ساعه في الفحم. وبعدين هطلعها تبرد خالص واحطها في التلاجة. طبعا زي ما قلنا الفراخ المدخنه او الفراخ البارده هسيبها في التلاجة تقعد مثلا اقل حاجه ساعتين. تسيبيها 3، تسيبيها 4، تسيبيها يوم. كل ما بتقعد كل ما بتبقى احلى. هقعدها هغطي عليها واسيبها في الفحم بقى نص ساعه. بصي المستكه ازاي، انا سايباها بس عشان اوريكي المستكه ساحت في الفحم خالص ازاي. بس بتطلع ريحه تحفه. وهسيبها بقى تبرد في التلاجة وهرجع اوريكي هنقطعها وهنعمل فيها ايه القمر ده. كده احلى متابعين بعد ما سبتها تقريبا ساعتين في التلاجة. كل طبعا ما بتسيبيها وقت اطول كل ما بتبقى طبعا احلى. بصي بسم الله ما شاء الله. مش عايزه احلفلك ان الريحه والطعم تحفه. بصي تقدري تقطعيها شرايح تخينه، شرايح رفيعه. كان في هنا عضمايه بقطع رقيق علشان انا بصراحه هاخد منها جزء اعمله سندوتشات، وهعمله في كريبات زي ما قلت لك. عملت معاكم طريقه الكريب قبل كده. بصي الجمال. هي دي بقى السندوتشات او الفراخ البارده. تعمليها سندوتشات، تعمليها جنب مكرونه، جنب رز وخضار، جنب محشي. بصي فظيعه. طبعا لو عندك السكينه المشرشره، هي مش عندي، هتساعدك في التقطيع طبعا وهتبقى احلى. بصي الجمال. تقدري تعمليها برضو في سندوتشات كايزر، تعمليها في كذا حاجه. طعمها بجد مش عايزه احلفلك ان طعمها اقسم بالله جميل قوي. انت هتجربيها وهتشوفي بنفسك. هبدا اقطعها ونزينها في الطبق واوريكي الشكل النهائي.
وبكده حبيبتي بعد ما قطعتها، وبصي بقى الجمال والشكل والطعم بقى خرافه بجد. انا مقطعاها مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي. افتكرت بواحده بقى كانت منزله بوست وانا بقلب كده على الفيس. طبعا احنا عارفين ان العين بتاكل الاول، ده موضوع تاني انا رجعت في الموضوع. فلازم طبعا بزين الطبق. منزله بوست بتقول يا جماعه فرخه 2 كيلو اقسمها ازاي على 17 فرد. فكان بوست طبعا الفراخ غلت جدا، فاحنا كستات بيوت وشطورين طبعا نقدر نقسم ونقدر نعمل. يعني بصي دي لما تعمليها جنب طبق، شوفي الطبق ما شاء الله كام شريحه، تقدري تقسمي وكله هياكل. وهو ده بالصدرين بس، لسه معاكي الوركين والرقبه وبقيه الفرخه والكبده والقنصه وكل حاجه. فبالطريقه ديت تقدري ان انت تعمليها موفره جدا، طعمها حلو قوي، حلوه كسندوتشات، حلوه كوجبه غدا وجبه عشاء. تقدري برضو بما اننا ذكرنا رمضان، يا رب ينعاد علينا بالخير يا رب وعليكم جميعا. تقدري لو مش محتاجه الكميه كلها تقدري تحطيها في كيس تلاجة، الكميه اللي انت هتبقيها، وتطلعيها في اي وقت مستعجله في اي طبخه تبقى جاهزه معاكي. عجبتك الطريقه بتاعتنا النهارده والفراخ البارده او الفراخ المدخنه بتاعتنا النهارده؟ لايك وشير واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك معنا كل جديد. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.